يعني لا يجب أن نتحدث فقط بالسلبية على بلد وأن نضرب على كل ما هو موجود. وهنا مرة أخرى لدي انطباع بأن هناك قاعدة جيدة وسليمة، وأن هناك إمكانيات من أجل التغيير ومن أجل النشاط في هذا البلد، وأنه يجب الاحتفاظ بذلك للمستقبل. هذا لا يعني أننا نحن نعلمكم أنتم ليس لديكم نفس الوضع أو النظام القانوني وما إلى ذلك، وهناك نقص وهناك مشاكل. لا يمكن تطبيق كل ذلك بشكل 100%، ولكن هناك بعض الخطوات الصغيرة في الاتجاه الصحيح، وعلينا أن ندعم ذلك بدون أن نقول هذه الخطوات هي قليلة وهي خطوات إلى الوراء. لا، يجب أن نساعد من أجل كانت خطوات قليلة. المشكلة هي كالتالي: أنا لا أتحدث بسلبية، أنا أتحدث بمرارة وبصدق، وهنا تختلف ربما الأشياء. المرارة هو أنه بلد كبير يمتلك، يعني يكبر ألمانيا ربما ب5 مرات مساحة، ويمتلك قدرات هائلة وطاقة هائلة وإمكانيات وموقع استراتيجي. كثير من الدول لا تمتلك هذا الموقع الاستراتيجي. بهذه الإمكانيات كان المفروض أن نكون قوة إقليمية إذا لم نكن قوة عالمية. لكننا الآن إذا رجعت إلى كل المنظمات الدولية ستجد الجزائر في آخر المراتب في كل المستويات. نحن في المراتب الأولى فقط في 3 أو 4 أشياء. أول شيء في شراء السلاح، أصبحنا نحن الآن، وقد قال هذا معهد ستوكهولم للسلام منذ 2008، والجزائر هي الأولى التي تشتري السلاح في المنطقة العربية وفي إفريقيا. الأمر الثاني أننا ثاني مشتري للقمح في العالم، في أرض تكبر بريطانيا ب8 مرات، وكانت يوما ما هي الجريني، هي التي تبيع القمح إلى أوروبا كلها. القضية ليست يأتوك ربما ببعض المعارضين، أخشى ما أخشاها أنهم يأتوكم بالمعارضة المزيفة التي لا تمثل المجتمع الحقيقي وتقدم الصورة. نعم، بن علي أيضا في تونس كان يقدم على أنه معجزة، كان معجزة بن علي، ليس فقط، لكن عندما سقط بن علي اكتشفنا الحقيقة. ومبارك كان يرى على أنه حكيم. أنا استمعت إلى أوباما قبل أن يسقط مبارك بأيام، كان يقول هذا حكيم وهو سيعرف كيف يدير الأمور. لكن انظر بعدما سقط مبارك كيف تكشفت القضايا أن لدينا مستبدين. وللأسف دعني أقولها لك بصراحة، وفي برلين أنتم على الأقل بعض البلدان الغربية تدعم الاستبداد من أجل الاستقرار ومن أجل مصالحها. أقول هذا بكل صدق.